7 a.m. in Yakutsk, the coldest city on earth. ياكوتس The crisscross design of humanity that so fascinated Dostoevsky. المدينة الأبرد في العالم بعد القطب الشمالي. minus 60 degrees Celsius. أخطر درجات البرودة. It's currently foggy. It's minus 47 degrees outside. العالم المتجمد. Yakutsk is the coldest city in the world. سجلت 71 درجة مئوية تحت الصفر. Life here is good. Like people think that it's very cold and it's bad. Geniuses and madmen. أكثر المدن برودة في العالم. وصلنا على موسكو. روسيا معروفة إنها أكبر دول العالم. إحنا دلوقتي في أكبر مدينة في روسيا، موسكو. Yakutsk is acknowledged as the coldest city in the world. في أقصى شمال شرق روسيا على نهر لينا موجودة مدينة ياكوتس. The region of Yakutia is widely known as one of the coldest, most brutal regions on planet Earth. موجود في روسيا سيبيريا، وهي اللي بتخلي روسيا أكبر الدول في العالم، وده لأنها بتشمل 77% من الأراضي الروسية. المدينة دي تابعة لجمهورية ساخا وعاصمتها ياكوتس. يعني روسيا بدون سيبيريا هتكون من ضمن أصغر الدول في العالم. There, temperatures can easily drop from the 20s to as low as minus 49 degrees. فسيبيريا معروفة عالمياً بشتائها الطويل القاسي، وده لأن متوسط درجة الحرارة هناك ماينس 25. انت متخيل الدرجة؟ لدرجة إن في يوم من الأيام اتسجل فيها ماينس 71. It was minus 71 degrees. كمان السكان هناك بيقولوا إنهم عاشوا ليالي أقصى من كده، بس ما عرفوش يسجلوها، وده لأن جهاز قياس درجة الحرارة آخره ماينس 63. Everywhere you look is entirely white, and the weather is often foggy, making visibility extremely poor. Да, автоматом, когда вот 60 градусов падает, она автоматически заводится сама. 80 градусов постоянно держится. أبرد مدينة في العالم، المدينة اللي لا تتحلل فيها جثث موتاها، وده بسبب تجمدها طول السنة. والسبب الأساسي لإنشاء مدينة ياكوتس إنها كانت معمولة سجن للمستوطنين المنبوذين والمجرمين، وده طبعاً لصعوبة العيش فيها بسبب جوها البارد القاسي. المدينة دي موجودة على بعد 280 ميل من القطب الشمالي، وبتعتبر أقصى نقطة في شمال شرق سيبيريا، اللي بتقترب درجة الحرارة فيها ما بين 25 ل 71 تحت الصفر. But if you leave noodles outside, they will freeze. Going to school in ice cold temperatures is normal for the children in Yakutsk. ولما بتكون درجة الحرارة ماينس 46 ممنوع الأطفال تروح المدارس أو إنهم يخرجوا من بيوت، وآخرهم بس
ماينس 44. Minus 44 degrees outside. At this temperature, children go to school, so it's not that cold. انت متخيل تودي طفلك المدرسة ودرجة الحرارة ماينس 44؟ Температура сколько? На телефоне 55 показывает. Здесь еще холоднее. معروفة بإنها الأبرد على وجه الكرة الأرضية. عايش فيها 300,000 شخص. Yeah, Yakutsk is the coldest city in the world. المدينة لازم تلبس فيها ملابس تقيلة جدا، وده لأن البرد فيها أخطر برد في العالم. The cold weather is dangerous. لأن ممكن جزء من جسمك يتجمد وبعد كده تحصل الكارثة، وده لأن الجزء ده بيبقى لازم يتبدل. Otherwise, you can get frostbitten. Means that part of your body get frozen. The doctors can amputate it. وده لأنه ما بقاش ليه لازمة، أكنه مات زي ما الشخص بيموت. People in Yakutsk are used to dressing in at least 4 or 5 layers, and they have turned this into a way of life. It just depends on how you look at it. موجود في ياكوتس بيرمافروست. Welcome to Kingdom of Permafrost. اللي هي التربة الصقعية أو الجليدية، ودي بتكون موجودة تحت الأرض. It's like our soil was frozen for about thousands years ago, millions years ago. وبتبقى التربة اللي اتجمدت من ملايين السنين ولسه ما دابتش لحد دلوقتي. On this permafrost that we're looking at now, an entire city is built. The entirety of Yakutsk is on the permafrost. ودي موجودة بنسبة 25% من مناطق القطب الشمالي، ومعظمها موجود في ألاسكا وسيبيريا وكندا. درجة الحرارة بتكون تحت الصفر دايماً. وكمان ما عندهمش تلاجات داخل البيوت، والمدينة كلها بدون تلاجات. People keep their food either in an area outside the house or in a cold area inside the house that doesn't receive heat. وبيحفظوا اللحوم والأسماك والمواد الغذائية في أي غرفة أو بيسيبوها في الهواء، فالأكل ممكن يقعد معاك سنين من غير ما يبوظ أو يحصل له أي حاجة. You have no fridge. You can just put your meat in the ground and it will be preserved for 10,000 years. كمان ما ينفعش تبطل موتور العربية والعربية تفضل 10 دقايق مش دايرة. Вы не включаете, нет? Она замерзнет. Это весной только заводят. وده لأن لو نزلت ودخلت سوبر ماركت أو رحت في أي مكان لازم تسيب العربية شغالة، لأنك لو بطلتها الزيوت والبنزين هيتجمدوا والعربية مش هتشتغل تاني. Turning your car off in these temperatures can cause the engine oil to freeze, resulting in your car being stuck until spring. كمان لما بيغسلوا ملابسهم بينشفوها داخل البيوت. I'm serious. وده لأن لو سابوها في الهواء هتتجمد زي ما انتم شايفين كده. People's clothes freeze like paper due to the cold, and they have to heat the frozen clothes to wear clean clothes. كمان ما تعرفش تمشي في شوارعها أكتر من 15 دقيقة. Even if people live in the heart of the city, they can't walk much. Both the snow layers are very thick and hinder walking, and after 20 or 30 minutes of walking, وده لأنك لو زودت عن الوقت ده وانت ماشي في الشارع هتتجمد. your entire body freezes. الناس هنا ما بيعرفوش يجيبوا المية من تحت الأرض. Pipes leading from homes to clean water freeze and the lines are cut. لأن ببساطة الأرض كلها متجمدة، حتى النهر برضو متجمد. We take water from Lena River. بس بيجيبوا قطع تلج من النهر اللي هو نهر لينا وبيسيبوها في البيت لحد ما التلج ده يسيح، فبعدها بيبقى مية ويقدروا يشربوها.